فلو جئنا نحسبها بالأرقام وافترضنا أنك تعيش 60 سنة، ف15 من هذه 60 قبل البلوغ. وإذا كنت تنام بمعدل 8 ساعات في اليوم والليلة، ف20 سنة قضيتها في النوم. وإذا كنت تقضي 2 ساعات في الطعام والشراب في اليوم والليلة للثلاث الوجبات، ف5 سنوات ذهبت في الأكل والشرب. فهذه كم؟ 40 سنة. تبقى 20. ننظر في هذه 20 كم قضيت منها في البعد عن الله سبحانه، كم قضيت منها في الغفلة، كم قضيت منها في التضييع والعتو والنفور. ثم إذا من الله عليك بالتوبة، انظر في هذه المدة التي قضيتها تائبا، كم حصل فيها من زلل، وكم حصل فيها من تقصير، وكم حصل فيها من رياء، وكم حصل فيها من سمعة، وكم حصل فيها من عجب، وكم حصل فيها من غرور، وكم حصل فيها من وكم حصل فيها من استكثار، وكم حصل فيها من كسل، وكم حصل فيها من تعب. كم يتبقى تقضيه مع الله عز وجل خالصا لوجهه؟ فصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال: لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، أي على سبيل المعاوضة، فما ثم إلا رحمة الله، إلا رحمة الله تبارك وتعالى. لكن الله كريم يجازي الكثير على القليل، فلو أتيت بهذا القليل جازاك الله عز وجل جزاء لا حدود له. قال في آخر الآية: وهم فيها خالدون. أتيت بشيء محدود فجازاك الله عز وجل بنعيم لا حدود له أبد الآباد، في نعيم مقيم أبد الآباد. فنسأل الله عز وجل أن لا يحرمنا من فضله.